ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف على واحده من اشهر ثغرات الويب وهي ثغره CSRF، وهي اختصار لكلمه كروس سايت ريكوست بروجرام. تعال نتخيل كده انك عامل تسجيل دخول على موقع معين، والموقع ده بيعتمد على السيشن او الكوكيز عشان يعرف انك يوزر عامل تسجيل دخول. تمام، هنا الهاكر مش بيحاول انه يسرق الباسورد بتاعك، ولكن بيحاول يخدع المتصفح انه ينفذ طلب للموقع بالنيابه عنك وانت بالفعل مسجل دخول. يعني بيحاول يستغل ان انت مسجل دخول دلوقتي على الموقع عشان ينفذ طلب، والطلب ده ممكن ان هو يغير الباسورد بتاعك، او لو انت مثلا فاتح صفحه البنك وفاتح الحساب بتاعك فممكن مثلا يعمل تحويل فلوس، او ممكن يستغل تسجيل دخولك على الموقع اللي انت فاتحه باي شكل من الاشكال. طيب تعالوا نشوف الكلام ده بشكل عملي على موقع DVWA. خلينا ندخل على تبويب CSRF. تمام، ودي تعتبر صفحه تغيير باسورد، يعني هنكتب باسورد جديد اكننا فاتحين الاكونت بتاعنا على اي موقع وبنعمل تغيير الباسورد لباسورد ثاني جديد. هنفترض ان الباسورد الجديد هو مثلا من 1 ل5، وهنعمل هنا كونفيرم تاني وندوس تشينج. هنا قال لك ايه؟ ان الباسورد تمام اتغير. هنلاقي هنا في URL نفس الباسورد اللي احنا كتبناه واحنا بنغير الباسورد. تمام، طيب لو جينا خدنا URL ده كده كوبي ورحنا فتحنا ملف تكست، تمام، وغيرنا الباسورد ده، احنا كلنا غيرناه قبل كده بكام؟ من 1 ل5. لو عايزين بقى نغير الباسورد، انا دلوقتي الهاكر وعايز اغير الباسورد بتاع الضحيه لحاجه ثانيه، هخليه مثلا 5 خمسات ونغيره برده هنا، واللينك ده كده ناخده كوبي ونبعته للضحيه. يعني دلوقتي احنا غيرناه، هنفترض ان انا الضحيه وهنحاول نشغل اللينك ده. لو انت دوست على اللينك هيفتح لك المتصفح على الصفحه دي، ودوسنا انتر هيقول لك ايه؟ الباسورد اتغير. طيب الباسورد الاولاني لما غيرناه هنا من الصفحه كان كام؟ لو جينا هنا عملنا تيست كريدنشال وجينا نجرب الباسورد القديم اللي هو كان من 1 ل5 ودوسنا لوجن، هيقول لك الباسورد غلط. طيب لو جيت كتبت الباسورد بقى اللي احنا عملناه اللي هو 5 خمسات ودوسنا لوجن، هيقول لك الباسورد صح. يبقى كده من خلال اللينك بس الهاكر قدر يخدعك بيه ان انت تدوس عليه، قدر يغير الباسورد بتاعك، وممكن برضو يقدر يعمل تحويل لفلوس او ايا كان الهدف اللي الهاكر عايزه. يعني ببساطه الهاكر بيخدع الضحيه انه مثلا يبعت له لينك، اللينك ده مثلا عباره عن صوره او اي حاجه بيخليه يفتحها، ومجرد ان الضحيه اللي يفتحها بينفذ الطلب اللي هو عايزه. طيب ليه الهجوم ده نجح او ليه الثغره دي بتتنفذ؟ لان الموقع مش بيعمل تحقق من مصدر الطلب. تاني حاجه ان الموقع مش بيستخدم CRF توكن. تالت حاجه بيعتمد فقط على السيشن المستخدم بس انه يتحقق من مصدر الطلب. طيب ايه طرق الحمايه من ثغره زي دي؟ اول حاجه لازما الموقع يستخدم CRF توكن مخصص لكل طلب. تمام، تاني حاجه يعمل تحقق من الهيدرز. تمام، تالت حاجه يستخدم السيم سايت كوكيز. رابع حاجه يعمل منع لتنفيذ اي عمليات حساسه باستخدام الجيت ريكوست. يبقى خلاصه اللي اتعلمناه النهارده ان ثغره CSRF مش بتسرق بيانات المستخدم، لكنها بتجبر المستخدم اللي عامل تسجيل دخول انه ينفذ اوامر هو مش قاصد اصلا انه ينفذها. وشفنا الكلام ده بشكل عملي على موقع DVWA، وان ازاي المهاجم بيقدر يغير كلمه المرور بمجرد ان الضحيه بس بتدوس على لينك. عشان كده بتعتبر ثغره CSRF من الثغرات الخطيره جدا لو ما تمش استخدام وسائل الحمايه المناسبه زي CRF توكن والسيم سايت كوكيز. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تكمل معانا رحله الويب سكيورتي.